ايه هي اهميه شرب الميه في رمضان؟ طبعا كلنا عارفين ان الميه هي اساس الحياه، وان احنا كلنا ما نقدرش نعيش من غير شرب الميه. الميه جسمنا مكون من 70% منها، فلازم نشرب ميه باعتدال في رمضان من اول ما نفطر لحد ما نتسحر. ما نشربش بس كل الميه اللي جسمنا محتاجها في الفطار وفي السحور، لا، لازم نقسمها على مدار فتره الفطار كلها. اول حاجه لان الميه بتقلل لنا ان يحصل لنا جفاف. تاني حاجه ان هي بتحافظ لنا على درجه حراره الجسم والتفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل في الجسم ونقل كل العناصر الغذائيه وعمليه الهضم، وان احنا ما يحصلناش صداع او تعب خلال فتره الصيام. ده كله مرتبط بشرب الميه. تاني حاجه ان العضلات مكونه من 70 برضو في المية منها ميه، وان احنا ما نشربش ميه ده هيأثر لنا على الكتله العضليه بتاعتنا، فلازم نحافظ على شرب الميه باعتدال خلال فتره الفطار بتاعتنا. علشان تعرفوا تأثير الصيام على صحتنا تابعوني الفيديو الجاي.